الإعلام الجزائري للمتطوعين بكونهم أساءوا سكان الأقاليم الجنوبية المسترجعة، وعاودينهم اللي خاف جعلوا تندوف مقبرة الأولاد. نندد بالشتائم والشتم والافتراءات والاتهامات الملفقة التي نسبها الإعلام الجزائري للمتطوعين، فالمتطوعين لبوا نداء ملكهم ووطنهم ولم يمسوا الجار بسوء. أما باش يقولوا عريانين، حنا ماشي عريانين، حنا كانوا معنا وزراء، كانوا معنا الناس متطوعين من دول صديقة وشقيقة، كانوا معنا وجهاء، علماء، موظفين، رجال الإدارة الترابية إلى آخره. كيف يعقل أن نقول أنهم كانوا حفاة عراة وحنايا مزودين بالمؤونة، مزودين بالأغطية، مزودين بالأفرشة، مزودين بالخيام؟ فأين هو العري وفينا هو الحفاة؟ ثم يقولون مرتزقة. من مولنا أو رشانا؟ نحن آمنا بقضيتنا واستجبنا لنداء ملكنا، ولم نعود إلا عندما قال لنا أن المسيرة أدت معاليها، ولم نصل إلى الأماكن الآهلة بالسكان، ولم نصطدم بأحد، وكل ما فعلناه أننا حطمنا الحدود الاستعمارية المصطنعة وعدنا أدراجنا. وفي هذيك الساعة كانوا الإذاعة ديال الجزائر يقولون أن نحن جنود بلباس مدني، والآن يقولون بأننا حفاة وعراة ويمسون شرف هؤلاء المجاهدين وهم قد بلغوا من العمر عوتية. حين نادى صاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله بانطلاق المسيرة الخضراء، وتسجلت في اللوائح للتطوع وشاركنا في المسيرة الخضراء. حين قال شعبي العزيز ستنطلق المسيرة، فشاركنا في المسيرة الخضراء متطوعون 350 ألف اللي شاركت في المسيرة الخضراء، كل حملة هذا كتاب الله وشعارنا الله الوطن الملك، والصحراء مغربية وستبقى مغربية. أما قناة الشرور أعطيناها مثال تاريخي باش اللي بقات حاقدة على المسيرة الخضراء، رحنا اليوم مستعدين مسيرة أخرى مع جلالة الملك محمد السادس نصره الله حين ينادينا، فاحنا من جنود مجندين وراءه.